السلام عليكم. بسم الله. يوم الاثنين والسوق احمر دم، قلت لك ان شاء الله بكره وبعده هيخضر فعلا. التلاتيني اخضر يوم التلات، والسبعيني اخضر يوم الاربع، وان شاء الله يوم الحد السوق هيبقى اخضر زي البطيخ، ما تقلقش. تعالى سريعا الخص لك جلسه النهارده، اقول لك الارقام واقول لك ايه اللي ورا الارقام، واقول لك ان شاء الله في اخر فيديو على ابرز اسهم ممكن تشتغل يوم الحد باذن الله. اقول لك الاول، دي مش توصيه للبيع ولا الشراء، ده راي الشخصي فقط لا غير. النهارده 55150 اغلاق التلاتيني، طول ما احنا فوق ال 54400 مفيش اي خوف. السبعيني 21200 جيد جدا حتى الان، وابتدت تظهر القوه الشرائيه. السيوله حوالي 11 مليار و400 جيد جدا بالنسبه لاول جلسه، اخر جلسه في الاسبوع معذره، وبالنسبه ان في اجازه طويله نسبيا 3 ايام فمفيش اي مشكله. النهارده الصناديق المصريه صافي شراء بفارق ضئيل، والافراد المصريين صافي شراء. الصناديق الاجنبيه والعربيه والافراد العرب صافي بيع. ابرز القطاعات اللي دخلت فيها السيوله النهارده قطاع العقارات، خدمات ماليه غير مصرفيه، مواد الماء والتعمير، وهشرح لك في الفيديو الثاني ايه المعنى بتاع الحاجات دي. ابرز الاسهم استحوذت على معظم سيوله السوق النهارده كان البنك التجاري، زهراء المعادي، وارجع للفيديو من يوم الاثنين قلت لك زهراء المعادي ما شاء الله، و القلعه برضو لسه فيها كتير وانا قلت لك، بس هي عايزه احتراف في الشغل، نقط معينه دخول وخروج. ايه ابرز اسهم الشغل ممكن يوم الاحد ان شاء الله؟ انا شايف زهراء المعادي، وشايف راسكم ماليه، وشايف مصر الجديده، كلهم كويسين. وشايف في سهمين من الاسهم الصغيره، اريبيا استثمار واريبيا للتنميه، كل دي اوراق ايجابيه. وفي سهم جاي من بعيد وخلص ان شاء الله تصحيح وعلامات فيه ايجابيه جدا، رايه القبضه. لو وصلت لحد هنا عايز تعرف ابرز النقط في السوق، ابرز الاسهم ممكن تعمل ان شاء الله معاك طفرات، انقل محفظتك معايا. عايز تاخد توصيات سريعه، ادخل معايا جروب التوصيات، تواصل معايا في التعليقات، تواصل معايا على الخاص، وان شاء الله بقول لك ازاي تتواصل معانا. عايز تكسب بجد، صلي على حبيبك المصطفى، صلي على الحبيب قلبك يطيب، وان شاء الله هو ده المكسب الاكيد. السلام عليكم.